أكبر منظمة حقوقية في العالم Human Rights Watch قالت على مجزرة رابعة العدوية إنها أكبر مجزرة في العصر الحديث، وإنها جريمة ضد الإنسانية، وإن مرتكبها هيتم ملاحقته أيا كان الوقت، ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم. الكلام ده على لسان كينيث روس مدير منظمة Human Rights Watch. أحب أوجه رسالة لأهالي الشهداء، أقول لهم خلي عندكم أمل، ما تاخدوش عزا أولادكم. إحنا إن شاء الله بإذن الله مستمرين في ثورتنا، ومستمرين لحد ما نجيب لكم حقكم بالكامل وحق أولادكم بالكامل من نظام عبد الفتاح السيسي المجرم. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. النهارده الحقيقه يعني في مذبحه ذكرى رابعه، عايز اقول انه هذه المذبحه لن تنسى ولن تمحى من ذاكره الوطن ولا من تاريخ الوطن ولا من يعني ارواح ابنائه ان شاء الله. الملفت للنظر ان هذه المذبحه تمت بايادي مصريه وقتلوا فيها ارواح مصريه، بخلاف المذابح اللي حصلت في العصر الحديث صبرا وشتيلة او مذابح اللي حصلت ايام احتلال المستعمرين الفرنسيين للجزائر. ولذلك فهي اشد ايلاما، لكن هو دايما الالم الحقيقه بيتولد، الامل بيتولد من رحم الالم. لم يقتل هذا النظام الارواح فقط، ولكن قتل البلد سياسيا، او يقتل البلد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا واقليميا ودوليا باهدار مقرراتها ومقدراتها. أنا عايز أقول إنه الحقيقة إن هذه المذبحة ستظل باقية إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وإنه إحنا الحقيقة مكملين تماما إلى آخر رمق وآخر نفس، لأنه عندنا الحقيقة قضية عادلة، وإنه طالما القضية وراها مطالبين، فأنا واثق في الله سبحانه وتعالى إن إحنا إن شاء الله هنوصل للنصر، وإن شاء الله حتنال مصر حريتها من هذا الطاغوت. شكرا جزيلا. فضل الاعتصامات اللي حصلت ابتداء من اعتصام الحرس الجمهوري وانتهاء باعتصام رابعة العدوية سيقف امامه التاريخ فترة طويلة. لأول مرة في تاريخنا كمصريين نشوف جيش بلدنا وشرطة بلدنا بتقتل في ولاد بلدنا العزل اللي ذنبهم كله ان هم متمسكين باصواتهم الانتخابيه وبحقهم الطبيعي في الديمقراطيه وفي انتخاب رئيس لبلدهم. ضربهم بالنار في عينيهم، ضربهم بالنار في قلبهم مباشره، حرق جثثهم وهم اموات، وحرق كتير منهم وهم احياء. حاجه جديده وغريبه علينا كمصريين، عمرنا ما هننساها ابدا. ازاي وصلنا للي احنا وصلنا ليه ده؟ الجيش خاين، الشرطه خاينه، القضاء خاين، كل دول خونة، ويجب أن ننتقم منهم ونعلقهم من رقبتهم في ميدان التحرير. أسأل الله السميع العليم أن يوفقنا في إسقاط الانقلاب. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي الدكتور أشرف. بتحل علينا الأيام دي ذكرى رابعة. نحب نذكر الشعب المصري بذكرى رابعة. ذكرى رابعة هي فعلا أعلى وأسمى درجات الشعب المصري تمسكه بالديمقراطية إلى في أرقى صورها العريقة الديمقراطية كأعرق الدول، الاعتصام لتأييد رئيسه المنتخب. هذا يمثل أعلى درجات الديمقراطية، تمسك سلمي واعتصام سلمي لتأييد رئيسه المنتخب شرعيا من البلاد والوقوف معه، ما كان من العسكر إلا أن فض هذه المجزرة بكل قسوة يندى لها الجبين. هي فعلا مجزرة بمعنى المجزرة، ولابد أن يحاكموا بتهمة المذابح الإنسانية. هذا استكمال لمسيرة الديمقراطية التي بدأت ب 25 يناير، ورابعة جزء منها، كلهم شهداء واحدون. إن شاء الله رابعة ستنتصر، وستنتصر مصر، وستنتصر الديمقراطية، وستنتصر الحرية. السلام عليكم ورحمة الله. التاريخ هيجي في يوم من الأيام وهيقول إن رابعة الناس اللي فيها ماتوا مظلومين. هتقولي كان معاهم سلاح، هقول لك الكلام ده مش حقيقي. اثبت الكلام ده. لو كان في سلاح زي ما بيحصل في سيناء من الإرهابيين بيت المقدس، معاهم سلاح، بتلاقي هنا في قتلى وهنا في قتلى. في رابعة 1000 واحد ماتوا في 6-7 ساعات. لو كان معاهم سلاح كانت هتبقى حرب. فبغض النظر عن الاتجاهات السياسية، رابعة مجزرة إنسانية
ومن لا يقول ذلك فهو يعني للاسف غير انسان. واحد طالع ممثل من الممثلين بيقول لك ان يوم رابعه ده زي يوم العيد الكبير، يعني بيهزأ من الناس اللي ماتت على انهم زي الخرفان كده. يعني يا جماعه نتقي الله، هنقابل ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد فينا هيتسأل لوحده. فبدل ما يجي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هتقول ان انا مشيت ورا ده عشان هو اللي كان عارف، او المذيع الفلاني قال لي ده فيه جهاد نكاح، او المذيع الفلاني قال لي ده فيه تحت كرة أرضية تحت المنصة. كل ده كلام ملوش يعني عند ربنا سبحانه وتعالى. انت لازم تشغل مخك. الوقوف مع الظالم ده بيؤدي يكون مصيرنا زي مصير الظالم والعياذ بالله. بنتكلم عن كل المذابح من اول 25 يناير، جمعة الغضب، محمد محمود، مجلس الوزراء، الحرس الجمهوري، المنصة، رابعة، النهضة، الجيش والشرطة المظلومين. كل دول مصريين، كل دول ماتوا، اتقتلوا. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هياخد لهم حقهم. القصاص قادم يا جماعة. مصر تتعرض الآن إلى يعني مأساة كبيرة، لأن فيها لعنة، فيها لعنة الدم الذي لم يؤخذ حق أصحابه بعد. مصر لن تقوم لها قائمة إلا بعد أن يتم العدل والقصاص. فأنا يعني بوجه رسالة بقول ربنا يرحم الشهداء في رابعة والنهضة خاصة، وكل الشهداء في كل مكان، كل الذين ماتوا ظلما، يا رب ارحمهم، ويا رب يعني إن شاء الله يكون القصاص قادم. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.